رجعنا لكم بحلقة جديدة من سولف لي، وهاي الحلقة حيل مختلفة عن باقي الحلقات لأن أنا راح أحكي عن عادات وتقاليد عربية. مو ملياي؟ ايه وانا كمان بس انت لا مو اثنين. اني انت قلت اني يعني اثنين. اني احب اني تعرفين أنا المين كاركتر. صحيح. لازم الشغلات لولاك يعني ما لا يتنمرون عليه بعدين ما لي خلق. فاليوم عن جد بدنا نحكي عن اغرب العادات والتقاليد في الدول العربية. بعض. قبل كل شيء هاي العادات والتقاليد احنا جبناها من مصادر موثوقة، صدقوني مو شات جي بي تي. ف يعني اذا اكو اغلاط او اكو اشياء غير صحيحه تكتبونها بالتعليقات وتصححوا لنا اياها. صححوا لنا. بس اهم شيء تسالون اهلكم هل هذا الشيء صحيح، لان احنا نتعرف عن الجيل الجديد ما نعرف اي شيء عن العادات القديمه. بالاخص اللي عايشين برا بلادهم. بالضبط بس بالضبط. فاسالوا اهلكم، اذا اهلكم قالوا لكم لا قولوا لنا عمود نشيد الحلقه كلها. اوكي راح ابلش بتونس. اوكي. تونس عندهم القفز فوق السمك. اوكي، قيام العروس بالقفز فوق سمكه كبيره عده مرات، غالبا 7 مرات. يعني تحط السمكه وتقوم 1 2 3 4 انا شايف فيديو بس حتى. ليش؟ انت قولي لي ليش. ما بعرف، ما لازم تعرفين. تكون عروس حتى تنط فوق السمكة 7 مرات. عروس هي، فهاي ترى يسووها قبل مراسم الزفاف. اوكي. فهمتيني؟ السبب انه يعتقد تاريخيا ان السمك رمز للخصوبه والرزق الوفير، والقفز فوقه يهدف لطرد العين الشريره. لان تونس دوله ساحليه حسب ما اعرف، فعندهم ساحل. فهمتيني؟ فهم اي دوله ساحليه يحبون السمك، والسمك مصدر اكل ومصدر تجاره ومصدر طبعاً. كل شيء، فاعتبروه رمز للخصوبه والرزق. اوكي. أوكي. نروح على لبنان. لبنان عندهم هاي عادات تقاليد. عندهم طبعا وات بيخطفوا العريس. ها؟ تخيل ببعض قرى البقاع أصدقاء العريس بخطفوه ليلة الزفاف أو احتجازه في منزل واحد منهم، وما بيطلع إلا ما يجوا أهله بتياب العريس ويجيبوا الفطور معهم كرمال كلاتهم يفطروا مع الخاطفين اللي هنا رفقاته. هو تقليد اجتماعي بيهدف لتعزيز الروابط بين أصدقاء العريس وعائلته. انا ادري بيه هذا بالسودان. لا السودان يضربونهم. والله ما بقى يضربون اي والله ضرب. يضربون. لو موريتانيا لو سودان بالخير. طب قل لي ليش؟ ما ادري، انا ما اعرفها كلش غريبه. هو تقليد اجتماعي بيهدف لتعزيز الروابط بين أصدقاء العريس وعائلته، فهيك بظهروا مثل إنه غلاوته للعريس ومكانته بين رفقاته. حلو والله. بس لا، واذا ما عنده رفقات العريس شو يسوي؟ يلعبوا يروح يختلف بواحده هيك. ايه يروح يتخبى. بس صراحة أنا أول مرة بسمع بهاي العادة، ما بعرف إذا عن جد موجودة. اوكي راح احكي لك على شغله حتى احنا نسويها، هز فنجان القهوه. هو اكثر شيء منتشر بدول الخليج واليمن حتى والعراق. من يجي هذا اللي يصب القهوه ويصب القهوه العربيه او القهوه السعوديه او اي قهوه، فمن يعطيها للضيف، الضيف اذا هزها مره يعني بعد ما يريد. اوكي، اذا ما هزها يعني يريد بعد قهوه. اوكي. فصبيتوا لي شرابه ثاني هزيتها يعني بعد ما اريد. وبايع اكو حركه يسووها، انه انا مو هسه دا اصب قهوه للضيف، الضيف الثاني اياها وهزها بعد ما يريد، انا اكسر الفنجان. تدرين ليش؟ عشان يرجع يشرب. لا انه يعني خلاص هذا ما حدا يشرب الفنجان من ورا. بعد ماكو اي شيء وراك. واي والله. اوكي. كمان عن القهوة، بعد مناطق الشام والعراق ايه حطوا الفنجان مقلوب على الصينية بعد ما يخلصوا. ليه؟ صحيح اي صحيح هينسى. في بعض الثقافات بتعني إنه الضيف عنده طلب أو حاجة عند المضيف، صحيح وما بيتعدى الفنجان القهوة إلا بعد ما الضيف يلبي له الشغلة اللي بده إياها. صحيح 100%. اي والله صحيح. هاي اعرف من انا صغير كانوا عمامي يسوون هيك شيء. زين اسمع هاي المعذب. تعرفين شنو المعذب؟ يعني المعذب اللي ضيف. اي لا المعذب مضيف. ايه المستضيف يعني. لا المستضيف إيه بالضبط. المعذب اللي يجيب مثلا انا جبت ناس خطار عندي بالبيت او ضيوف، أنت انا المعذب مالتهم اللي إيه. راح اخدمهم. المعذب يذوق الطعام قبل الضيوف قدامهم. ليش؟ لان انه ياكل لقمه من الطعام او يجربه قبل شو اسمه. تاريخيا كان الهدف هو طمأنة الضيف انه الطعام سليم وغير مسموم، وخاصه بفتره النزاعات القبليه كانوا قبل قبائل بيناتها تتعارك على مود اي شيء حرفيا، واحد مات ثار هيك شيء، فمن يجون يحلون الصلح او شيء، فالمعذب ياكل الاكل قبل او يذوق الاكل قبل الضيوف، عاملين انه انا ما دا اسممكم ولا كمين ولا اي شيء. اي والله أنا كتير بحب العادات العربية. اموت على ربعي. العادات العربية كمان هاي بالجزيرة العربية. أكل الذبيحة باليد اليمنى حصرا. طبعا لازم يأكل بإيده اليمين. بتمنع استخدام اليد اليسرى نهائيا وقت الأكل، يعني مثل المنسف أو الكبسة أو ما بعرف شو. ليه؟ لأنه سنة نبوية. نبوية. صحيح. واليد اليسرى تخصص النظافة الشخصية أصلا.
ولانه الايد اليسار بتتخصص للنظافه الشخصيه، فاستخدامها بالاكل الجماعي بيعتبر اهانه للموجودين. صحيح. يعني ما حلوه للذوق العام، مو حلوه، فلازم تاكل بايدك اليمين. طبعا لازم ايدك اليمين اهم شيء. اوكي. تقديم راس الذبيحه للضيف الكبير. يحطون راس الخروف الاهم ضيف بالمجلس، انه شخص كبير او كبيرهم او حتى كبير بالعمر، يحطوا له راس الخروف. ليش؟ انه رمز التقدير البالغ، يعني خلاص انه انت كسبت اقصى مراحل احترامي، فهذا راس الخروف لك. لان الراس يمثل السياده، ويمثل يعني انه انت سيد هذا القوم كله، فهمتيني؟ فكلش يعني قسوه جسمي ودا احكي لك انه هذا الشيء ماكو اي دوله ثانيه تسويها. ماكو اي دوله ستروحين لاي دوله اوروبيه او اي دوله مو عربيه مثلا، او حتى غير مسلمه، صعب تلقين يعني يضيفون الشخص. تقدير للضيف. هو العرب معروفين يعني من زمان. تركيا مثلا. طبعا هو العرب معروفين من زمان انه قديش انا بحبوا الضيوف وبعزوا ضيوفهم. رح نروح على موريتانيا. تعرف انه بموريتانيا بيحتفلوا بالطلاق. لما واحدة تتطلق بيعملوا لها حفلات ضخمة وبزلغطوا لها واهلها بيستقبلوها بالترحيب. وات؟ تخيل. ليش؟ توكسيك هاي. لا بالعكس، لانه بعض المجتمعات عندهم انه المطلقه انه مثل انه سمعه، ما بعرف شو، انه بسمعوها بكلام مو حلو هيك. فبالعكس بموريتانيا بيعملوا هذا الشيء اظهار انه هي ما زالت مرغوبه ومكرمه، واهلها موجودين، لرفع معنوياتها لتبدا حياه جديده. على فكره هذا الشيء كتير حلو، قوي صراحه. كتبوا لنا اهلنا بموريتانيا. هل هذا الشيء لحد الان بتعملوه ولا لا؟ اوكي، هحكيك على شغله تصير بالعراق والشام. اوكي. منع حلاقه اللحيه اثناء العزاء، انه امتناع الرجل عن حلاقه تذقونهم طول فتره العزاء، يعني غالبا 40 يوم. اي بالضبط، انه الرجال ما يحلق لحيته ابدا. انا ما اصدق هاي العاده، فراح اتصل على والدتي، راح اسالها هذا السؤال، اقول لها يمه اكو هيك حكي لو ماكو هيك حكي؟ ما ادري، يعني احس تحملونا على هذه. اوكي. لان دا اتصل على والدي دا اتصل على والدتي ثانيه واحده. ما ادري، الوالده ما جاوبتني، فاحس انه ما ادري، ما حصل. انتوا جاوبونا اكتبوا لنا بالكومنت. اوكي نروح على مصر. اوكي. كسر جره فخار. ليش؟ ورا الضيف الغير مرغوب فيه. تخيل. بعد ما يروح الضيف اللي هن ما بدهم اياه بيكسروا وراه جره فخار كرمال هاد انه ما يرجع. غريب. او انه يكسروا النحس يلي صار. ما ادري، احس هذا الشيء ما بعرف صراحه اذا هذا الشيء صح ولا لا، بس ما ادري. منع قطع الخبز بالسكين بالمغرب العربي، ويعتبر الخبز نعمه مقدسه، واستخدامها على حاده لقطعه ينظر اليه كفعل عدواني او قله احترام للنعمه. كتبوا لنا اهل المغرب صحيح، اسالوا اهلكم. رش الملح في اركان المنزل، هاي في كتير صراحه شايفتها. مكتوب انه بمصر والمغرب اكثر شيء بيعملوها. لما ينتقلوا على بيت جديد بيرشوا الملح بزوايا البيت. ليه؟ هو اعتقاد شعبي قديم بأنه الملح بطرد الجن والأرواح الشريرة وبطل مفعول السحر والحسد، كرمال هيك على طول بيرشوا ملح بزوايا البيت. اوكي، غريب صراحة، بس انه they got a point. يقولون انه الملح يأثر تأثير قوي على الجن وما ادري ما هو مشان هيك. وين هاي بأي دولة قلتي؟ أكثر شيء بمصر والمغرب. راح نرجع لموريتانيا، وعندهم عادة يسموها تسويد العروس. ارتداء العروس لثوب أسود وشال أبيض في ليلة زفافها وإظهار علامات الحزن، لأنه حتفارق أهلها. بالضبط، تعبير رمزي عن الحياء الشديد والارتباط ببيت الأهل، يعني إنه حرام راح تترك أهلها وتروح ترجع. بس هاي مو حلو، الزوج شنو يحس؟ لا بس إنه عادي. بتعرف في عنا نحن بسوريا عادات أهل العروس الأب وإخوانه الشباب وهيك ما بحضروا عرس البنت لأنه بيزعلوا عليها إنه بدها تتزوج وتترك بيتهم، فما بيحضروا عرسها كرمال إنه هن مو مبسوطين إنه هي رح تروح من عندهم. شوفي، بس حرام العروس تبقى بحدها، يعني وأهلها ما موجودين. بس الشباب يعني إما بتكون موجودة، خواتها بتكون موجودين، خالاتها عماتها. بس إنه أبوها ما بيحضر وإخوان الشباب ما بيحضروا. في بعض مناطق المغرب العربي ممنوع الخياطة بالليل، ما بيخيطوا. ليش؟ تجنب استخدام الإبرة والخيط بعد غروب الشمس. بالنسبة لهم خرافة قديمة بتربط بين وخز الإبرة بالليل وجلب النحس. فإن الخياطة بالليل ممكن تعمل يعني حظ مو منيح لأفراد الأسرة كلهم، فبالنسبة لهم هذا الشيء قوي صراحة. أنا حبيت هاي العادة. ما أعرف، راح أحكيك على عادة بلاد الشام، سوريا وفلسطين. أوكي.
لصق العجين على باب المنزل. إيه. عندكم مثل يمكن عنا انه مثل انه اضرب هالعجينه بالحيط وشوف اذا لزقت ما لزقت. بالضبط. تقوم العروس عند وصولها للبيت تلزق عجينه على الحيط. بالضبط، تلزق عجينه على الباب على مدخل الباب. بس عجينه شنو هي؟ عجينه مي وطحين بس. السبب انه اذا لصقت العجينه بقوه بالباب قوه ما نزلت، يعتبر انه هذا حظ حلو انه لازم تلزق العجينه. بالضبط، انه ما اعرف، تعتبر حظ حلو. اذا بالضبط. وقعت حظ مو منيح. ويدل على استقرار الزوجة بمنزلها الجديد ودوام العشرة 10 لو 5. اما اذا سقطت فيعتبر نذير شوم. تخيل توقع اي نسويها باش نتزوج، ليش ارقعها العجينه هيك بالحيط؟ هي كتير عادات قديمه على فكره، يعني هلا ما حدا بيعملها. في عنا شغله انا بدي اضيف لك اياها بتذكرها. كانوا مثلا لما حدا يسافر او يروح يكتوا وراه مي. احنا هم نفس الشيء، انه يعني انه الله وياك كرمال انه ما بعرف، انه اعتقادا انه هذا الشيء بيحميه، او انه درب السلامه. انا والدتي سوت هيك من سافرت بديتها اموت عليها. احلى شيء فد شيء انه جلد العريس واقرانه السودان. انا هاي جلد بجلدوه جلد بالضبط. يقوم العريس بجلد اصدقائه واقاربه بالصوت على ظهرهم، يعني نازعينهم ما ظهرهم عاريه، يعني انه ما لابسين شيء، فيقوم العريس ويجلدهم بالصوت بالخيزران. هم لازم يشوفون الثبات اوكي وعدم الالم، يعني لازم يسيطرون. شنو مربكم السودان على كيفكم عمي. عجيب. السبب انه شجاعه وقدره على التحمل والرجوله امام اهل العروس، يشوف انه يعني جماعتي اقوياء ويتحملون الجلد، فاني مثلهم. حبيته راح اسويها بعرسي الا اجلد الكل. اول شيء ابلش باخوي غسل اقدام العروسين في وعاء فخاري بالبحرين. وعاء فخاري يعني ايه فخار. حطوا هيك رجلين العروس والعريس ويخلوا اصابع رجلهم تتلامس وبوصلوا رجليهم. ليه؟ بالنسبه لهم هذا طقس بيرمز للاتحاد والاندماج الكامل بين الزوجين وتطهير للبدايه الجديده مع بعض. واو حلو هذا. حبيت. وين باي دوله؟ بالبحرين. البحرين والله اوف. الوليمه جنائزيه حتى احنا عندنا بالعراق معظم الدول العربيه لا سامح الله اذا احد توفى يقومون يسووا له مثلا فاتحته 3 ايام يسووا له عشاء ومرات غدا. إذا فاتحته يومين مرات يسوون أكل ومرات ما يسوون أكل. نحن بيعملوا عشة البلبل. إنه الأصل شو يسوون؟ عشة البلبل هذا الأكل. هذا عشة البلبل مو حلا؟ لا هذا اللي هيك بيجي عجين صغير. أوكي. أي حدا بتوفى عرفت. بيعملوا له هيك لأنه سهل وبتسخن بسرعة وكذا. عجين وجواه لحم. بعد الفرق بالثقافات، هم يسوون عجين إحنا نسوي تشريب. عرفت شو اسمه ثريد. أوكي. وناكل على الواقف وباليمنى ناكل. على الواقف حصرا ممنوع نقعد. هي بالاصل كانت تهدف لاطعام اهل الميت المنشغلين. اهل الميت هم بالاصل كانوا هم لازم ياكلون، بس تحولت التقاليد اجتماعيه يهدف لطلب الرحمه للمتوفي عبر الصدقه الجاريه. يعني هي قبل كانت انه عادي سويها على مود اهل الميت ياكل فقط، واللي يجون الضيوف هم اللي يجيبون الاكل معه. هسه انقلبت صارت انه اهل الميت هم اللي يسوون الاكل والضيوف هم ياكلون. صدقه للميت. والله يرحم جميع موتاكم وموتانا إن شاء الله. أوكي كمان رح نروح على لبنان المناطق الجبلية. أوكي. حمل جرن الكبة. تعرف جرن الكبة بكون من حجر، بكون تقيل. جرن الكبة شو يعني جرن؟ هيك بكون مثل هيك شيء كبير بيعملوا فيه كبة. أوكي. المهم إنه بكون كتير تقيل. أوكي. فإلزام العريس بحمل جرن الكبة. هو عم قال لك وعاء كتير حجري تقيل وبإيد وحدة ولازم يرفعه عالي. يعني قال هاي مثل اختبار بدني لقوة العريس، إذا فشل في رفعه يعني ممكن يتطلعوا له أنه غير مؤهل بدنيا لحماية العروس وإعالة الأسرة. قوي. بس معقول؟ قوي. في حدا رح يقدر يحمل أصلا جرن الكبة بإيد وحدة؟ ترى هذا كتير كون تقيل حجر. أوكي. هسه عوفي اللابتوب خلينا نعوف الآيباد. هسه تقولي لي من عندك أنت شفتيهم عادات وتقاليد شفتيهم بدولتك عندك؟ قلت لك هاي برش المي ورا الإنسان اللي بيسافر أو بيروح. إحنا كنا صغار الطفل يجي للدنيا نحطون قفل جوا راسه. قفل؟ أي ما أتذكر قفل لو سكينة لو ما أعرف يحطون جوا راسه. ومن يجي الطفل للدنيا أصحاب العريس كلهم لازم يحطوا له فلوس بالمات. هلا هاي نحن عنا إياها اسمها نقوط. سموها؟ نقوط. إنه أنت لما بدك تروح هو النقوط يعني لعدة حالات بيصير، ممكن للعروس للعريس للبيبي الجديد. مثلا أنا عندي مثلا رفيقتي ولدت وجابت بيبي، فأنا لما بدي أروح مو هن بلفوه هيك ببطانية صغيرة
يا اما بعلق له انه هاي القطعه الذهب الصغيره، يا اما بحط له جوا هذا النداء، بنسميه نداء، هذا اللي بلفوا فيه بحط له مصاري. فهذا نقوط يعني يعتبر حتى اكو مرات مثلا اهل يوزنون شعر الطفل، وبوزن شعر الطفل يجيبوا له ذهب. صح. هاي كمان عنا اياها. ستي الله يرحمها كانت لازم يعني كانت حلفت من اجل الدنيا انا تسوي لي هذا الشيء، وخطيت توفت وانا ما شفتها. والدة والدي الله يرحمها. عنا هاي القصة انه بيحلقوا شعر البيبي وبزنوا انه قد ايه بيطلع كم جرام، بجيبوا له. بتذكر كانوا يلبسوا اياها اسواره اكثر شيء. صحيح. يحطوا له اسواره بايده. اكو فيديو انتشر مال لا تتمادى خبزك خبز العباس. تعرفين شنو هاي الهوسه؟ خبزك خبز العباس. عمر سوى عليها فيديو انه احنا نسميها هوسات. هذه اهازيج وهوسات كنا نسويها اذا الشخص مات. عن جد؟ اذا الشخص تزوج. اوكي. وكانوا يسووها القبائل قديما بالحروب، هم يخوفون المقابلهم انه خبزك خبز العباس. طب شو هو خبز العباس؟ خبز العباس هو خبز يسمونه خبز الفقراء، خبزايه عادي، خبز عراقي، ويحطون بنصها خضره اوكي. ويوزعوها للناس. هاي مثل يعني اكو ناس ما عندها ماديا يسووها يوزعوها، وصراحه طيبه. يحطون كرافس اظن طيبه، انا احبها يعني. بدي اجربه. اجيب لك سهل نسويها انا شنو السالفه صدقتي؟ اي والله. طبعا خلصنا العادات والتقاليد، هسه اريد من عندكم انتم تقولوا لي بالتعليقات. بس بدي وحده. شنو هي؟ من تركيا. اعطيني وحده، بما انه عشنا بتركيا فتره كتير طويله. من تركيا؟ شو اغرب عاده شفتها بين الاتراك واستغربتها؟ يحطون الملح بالقهوه من الزوج يتقدم. تعرف هاي شو قصته؟ انه على مود انه هو يتحمل لو ما يتحمل. لا، هاي القصه اللي هلا بيعملوها، بس هي من الاساس ليش قبل كان مثلا لما واحد يروح يتقدم لبنت زواج تقليدي، فالبنت انه ما بدها اياه تحط لها ملح. فهو يفهم، هي قبل اول ما صارت. فهو يفهم لما يشرب القهوه انه ما بدها اياه. ما بدي انا عبالي يحطوا عمود انه هي هلا هيك صارت انه بتتحمل انه مثل بتختبر قوه صبره. بس هي من الاساس من زمان العثمانيين. هاي القصه كتير قديمه. كانت انه لما يروحوا يتقدموا له والبنت مثلا ما بدها تتزوج لسبب ما، او ما عجب الشاب، او ما بدها تتجوزه، حطوا له ملح انه انا يعني بتفهم انت لما تشرب القهوه بتفهم انه انا ما بدي اياك وبس. هاي كانت اغرب العادات والتقاليد العربيه. اذا احنا كنا غلطانين بشيء قولوا لنا بالتعليقات، لان صعبه تجيب يعني عادة. لازم يعني انا جبتها من الناس اعرفهم، ميكس مصادر وهيك شيء. فهسه اريد من عندكم انتم تكتبوا لي عادات غريبه بدولتكم، او عادات شويه خارج عن المألوف، او حتى بعائلتكم. يعني هو عن جد مو بس الدول عندها عادات يعني، او الجنسيات، حتى العائله نفسها بتلاقي عندنا عادات غير. بالضبط. او اشياء هي بالاخير يعني العادات والتقاليد تجمع الشعوب. مثل ما ثاني مثلا احب العب فيفا، روح العب ويا ناس تحب تلعب فيفا. فالعادات والتقاليد تجمع الشعوب، توحد الشعوب وتقويهم طبعا. خلي رابطه بيننا قويه. بالضبط. شكرا شباب للمشاهده، وشكرا بنات للمشاهده. لايك وسبسكرايب. والجاي كالعاده اي موضوع حابين نحكي فيه اكتبوا لنا بالكومنت، اكتر كومنت بيجيب لايكات رح نعمل الموضوع الحلقه الجايه. نحبكم كتير، شكرا للمشاهده، نشوفكم بحلقه جديده. باي باي. هذه الحلقة برعاية ألفا فاكتوري، حيث تولت الإخراج الفني ضمن رؤية إنتاجية متكاملة.